سلسلة مقتطفات من الكتب من كتاب الجولان، دراسة في الجغرافية الإقليمية، للدكتور والباحث السوري أديب سليمان باغ، بين السنة 1928 إلى 1964. يذكر الدكتور أديب باغ أن 3 عائلات كردية فقط كانت تمتلك حوالي 452,925 دونما في الجولان. الجدير بالذكر أن الكتاب تم تأليفه قبل 10 سنوات من احتلال الجولان. نقرأ من صفحة 273 المظلل باللون الأصفر ما يلي: أما الأكراد فعددهم قليل جدا، ولكن ينبغي التمييز ضمن الأكراد بين الفئات التالية: 1. الأكراد الذين تعربوا تماما، فهم لا يتكلمون إلا العربية، وهم يعيشون في البداوات ويشبهون البدو العربي، ويدعوهم العرب بآغا، وهو لقب كردي قديم يطلق على السادة، وهو كل ما تبقى من أصلهم البعيد. 2. الأكراد القرويون والمقيمون في المدن، ففي القنيطرة يوجد عدد محدود حوالي 50 شخصا تقريبا، وهم يمارسون التجارة الصغيرة ولهم علاقات طيبة مع البدو، ويمتهن الأكراد في عدد من القرى مهنة البقالة أو الجزارة. 3. الأكراد الملاكون الكبار، وهؤلاء لهم ممتلكات واسعة يجري استثمارها بواسطة وكلاء ومرابعين في الجولان، ولكن الملاكون يقيمون في دمشق، وهم أكبر ملاكي الأراضي في الجولان. ويكتفي أن نشير إلى أن 3 عائلات منهم تمتلك وحدها 452,925 دونما. إعداد سردار رامان، لقناة الأستاذ علي كولو.